مشاهدينا الكرام، بحزن عميق وبقلوب مؤمنة نشارك معكم خبر وفاة الأسطورة عبد الوهاب الدكالي. توفي الموسيقار الهرم الكبير عبد الوهاب الدكالي اليوم الجمعة بعد تدهور حالته الصحية ودخوله قسم الإنعاش خلال الساعات الأخيرة، وفق ما أكده عدد من الفنانين والمقربين منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فقدت الساحة الفنية عبقريا من عباقرها الموسيقية في هذا القرن. عبد الوهاب الدكالي مطرب لكل الأجيال وعميد للأغنية المغربية. يعتبر الموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي الأصيل. ولد سنة 1941 ونشأ بمدينة فاس، حيث تلقى دروسا في الموسيقى والتمثيل والرسم منذ الصغر. بدأ حياته الفنية سنة 1957، حيث سجل أول أغنية له عام 1959، ومن ثم واصل الدكالي تألقه ونجاحاته، حيث حاز على العديد من الجوائز والأوسمة. الفن في حداد. رحيل أحد أكبر مبدعي المغرب عبد الوهاب الدكالي، الذي ترك بصمة خالدة في الوجدان المغربي والعربي بأعماله الخالدة. ونشر رشيد الوالي صورة للراحل أرفقها بتدوينة على صفحته الرسمية جاء فيها: أكد لي الخبر الأستاذ نفالي مع تواجده مع أفراد من عائلة المرحوم، إن لله وإنا إليه راجعون. وكان الراحل رمزا للفن المغربي النبيل وسفيرا للأغنية المغربية الأصيلة، حيث ترك وراءه إرثا فنيا عظيما سيظل شاهدا على مسيرته. فنان أحب وطنه وأخلص لفنه وجمهوره بكل صدق وإبداع. إن لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة لعائلة الفنان عبد الوهاب الدكالي.